السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 22 من بودكاست فزك. بصوا بقى، احنا داخلين على أعظم ليلة في السنة كلها. ليلة لو استغلتها صح ممكن تغير حياتك كلها. ليلة القدر اللي ربنا فضلها ورفع قدرها وجعلها خير من 1000 شهر. طيب ليه ليلة القدر عظيمة كده؟ ربنا قال في كتابه الكريم، قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيل كده، ليلة واحدة بس لو اجتهدت فيها في عبادة ربنا كأنك عبدته أكتر من 83 سنة ويضاعف الله لمن يشاء. يعني عمر كامل من الحسنات والثواب، وكل ده في ليلة واحدة بس، ولكن لمن يدركها. طيب امتى بتكون ليلة القدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نتحراها في الليالي الوترية من العشر الأواخر. يعني ممكن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ودي فرصة مش بتتكرر، لأنك لو كسبتها فهنيئا لك الدنيا والآخرة. بس خد أقول لك، ده مش معناه انك تعمل في الليالي الزوجية اللي هي 22 و24 و26 و28. طبعا هتسأل سؤال دلوقتي وتقول لي، ما انت لسه قايل من شوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نتحراها في الليالي الوترية. تمام، ما قلناش حاجة، ولكن عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما ذكرش لينا ان هي ممكن ما تصيبش في احد الليالي الزوجية. ايه ده؟ يعني ممكن ليلة القدر تكون في ليلة زوجية زي ليلة 22 و24 وهكذا لآخر الشهر؟ ايوه طبعا، ممكن تصيب ليلة القدر ليلة من الليالي الزوجية، فما تضيعهاش من ايدك بقى وتتكاسل في الليالي دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد في العبادة في العشر الأواخر كاملين، وكان بيوقظ كل أهله ويحيي كل ليله من العشر الأواخر من رمضان. فأديني بقول لك وببلغك، اجتهد في العشر الأواخر كاملين على قد ما تقدر. طب واحنا المفروض نعمل ايه في الليلة دي؟ بص بقى، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل العشر الأواخر كان يشتد الهمة، وكان يحيي الليل كله ويصح أهل بيته زي ما قلت لكم، لأنه كان عارف قيمة الليالي دي. واحنا المفروض نعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل. وأول حاجة تلتزم بيها كل ليلة واوعى تكسل وتهملها: الصلاة وقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الليلة دي ممكن تبقى سبب في ان كل ذنوبك تتغفر. مين فينا بقى اللي مش عايز الفرصة دي؟ بقول لك تاني، ما تضيعهاش من ايدك. تاني حاجة هتعملها وبأكد عليكم كتير عليها: الدعاء، وبالأخص الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وركز في كل دعاء بتحبه وبتحب تدعي بيه ربنا، وادعي بكل اللي نفسك فيه في الدنيا والآخرة، عشان دي ليلة استجابة لكل الدعوات بإذن الله. وبكرر تاني، ما تضيعهاش من ايدك. تالت حاجة وهي قراءة القرآن الكريم، وحاول وانت بتقرأ القرآن تتدبر وتفهم معانيه، لأن القرآن نزل في الليلة دي أصلا. فحاول تخصص وقت للقراءة وتدبر في كلام ربنا، وتحس ان ربنا بيكلمك شخصيا. والله شعور ما أجمله شعور لكل اللي مجربه بجد، يعني مش عارف أوصفه لك ازاي. رابع حاجة هتعملها وهي الإكثار من الذكر والاستغفار. سبح وكبر واحمد ربنا واستغفره. خلي دايما لسانك رطب بذكر الله طول الليلة دي، لأن الليلة دي كلها بركة. وافتكر إن أي عبادة هتعملها في الليلة دي بالعمر كله، دي بمثابة 83 سنة وأكتر، ويضاعف الله لمن يشاء. بقول لك فرصة العمر ما تضيعهاش من إيدك. طيب إيه هي علامات ليلة القدر؟ الليلة دي مميزة عن أي ليلة تاني، ودي ليلة بتكون فيها الجو هادي، ما فيهاش لا حر ولا برد شديد، وتاني يوم بتلاقي الشمس طالعة كده من غير شعاع قوي. وطبعا ده بيكون في الصبح، ولكن خلي بالك، حتى لو ما شفتش العلامات دي انت مطلوب منك تجتهد وتسعى عشان تكسب الليلة دي، عشان الثواب موجود سواء شفت العلامات دي او لا. مش شرط تاخد بالك من العلامات، الاهم انك تحط في قلبك انك لازم تفوز بالليلة دي وما تضيعش ثوابها واجرها من ايدك. واخيرا هكرر تاني، ما تضيعهاش من ايدك. بجد الليلة دي كنز، فرصة عمرك اللي ممكن ما تتكررش تاني. فليه تكسل او تضيعها في النوم او في اي حاجة تاني؟ فالفرصة لسه قدامك، وربنا بيقول لك تعالى انا فاتح لك ابواب رحمتي، اغتنم الفرصة ما تضيعهاش. اللهم اجعلنا من الذين فازوا بليلة القدر، واكتب لنا فيها الرحمة والمغفرة والعتق من النار، آمين يا رب العالمين. شارك الحلقة بقى، ابعتها لصاحبك وابعتيها لصاحبتك علشان نفكر نفسنا ونفكر غيرنا، وافتكر ان الدال على الخير
كفاعله. يمكن تكون سبب في ان حد يشوف الحلقة دي بسببك ويستغل الليلة دي، ويكون ليك اجر وثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه. اشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. كان معكم احمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.